هتعمل ايه في الاجازه؟ اكيد مش هتنيك نايم طول اليوم زي حيوان الكسلان، ولا هتنيك تخرج وتتفسح وخلاص، وخصوصا انك لو تنيتك قاعد في حاله فراغ ما بتعملش حاجه ده هيبقى اقرب لانك تعمل معصيه، وده طبعا يا نجم لانك عارف ان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. للاسف يا نجم احنا مدين التعليم اكبر من حجمه ومعتقدين ان الحياه عباره عن دراسه بس، فلما الاجازه بتيجي ما بنبقاش عارفين نعمل ايه. فاحنا ممكن نقسم الحياه لثلاث اجزاء: تعليم ودين ومهارات. هتقول لي ايوه برضه يعني اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه لغايه دلوقتي. هقول لك رقم واحد: طور لغتك الانجليزيه. اعتقد دي اهم حاجه ممكن تعملها في الاجازه، لان تطوير لغتك الانجليزيه كده كده هينفعك دلوقتي او بعدين ان شاء الله. رقم اتنين: اتعلم اي مهاره، برمجه، مونتاج، اتعلم اي حاجه. الكورسات ماليه النت وببلاش، تقدر تخش على اليوتيوب وتشوف المهاره اللي انت عاوزها وتتعلمها. رقم ثلاثة: قراءة الكتب، ودي حاجة مهمة جدا جدا لأنها هتعرفك حاجات أنت ما كنتش تعرفها أصلا وهتعلمك حاجات كتير جدا. رقم أربعة: تقدر تشوف أي سلسلة دينية على اليوتيوب، زي مثلا سلسلة التحرر للشيخ أمجد سمير، كانت جميلة جدا ومفيدة جدا وهتعرفك حاجات في حياتك أنت ما كنتش واخد بالك منها. رقم خمسة: تعمل فولو لقناة تأثير، عشان الفترة الجاية بإذن الله هيبقى فيه فيديوهات جامدة جدا. وبعد ما تعمل لايك وفولو أنا عايز أسألك سؤال مهم: